بل بالعكس، انت انسان جد وفعلا عايز تقعد معسكر مغلق تتعلم فيه، جاهز، انا مستعد والمكان مفتوح لك. مش جاهز وعايز تلعب، لا المكان مش مكانك، مش مكانك، مش مكانك انت. يعني 5% 10% يعني انت تلعب. كمحمود لازم اشتغل بموضوع ان انا انتقي الناس او ان انا اختار الناس اللي تيجي. اكيد. مستر محمود، عرفنا بنفسك. انا اسمي محمود عاطف عبد اللطيف، عندي 31 سنة، من محافظة الدقهلية. انا اصلا خريج تربية رياضية، وشغال في قسم علوم الصحة، او بمعنى اصح في المساج والتأهيل. جميل. وحاليا كنت مقيم في السعودية بقالي 2.5 سنين، ان شاء الله. فحبيت اشتغل وازود واطور من نفسي. وبقالي اكتر من سنة بدور على مكان كويس، اشوف ان انا هتعلم فيه مهنة الحلاقة، ان انا ازودها كمجال يعني تكاملي لشغلي. جميل. وبالنسبه للسعوديه فده مجال فده مجال متكامل كويس ومتكامل في السعوديه، فالموضوع هيبقى كويس معاك، حاجه مكمله شغلك. حاجة مكملة شغلي بالظبط. ف من ضمن الحاجات انا شفت كذا مكان اتعرض عليا كذا، بما اول ما فكرت في الحاجه بدات الاعلانات بقى تبان تظهر قدام. ده طبيعي، ده اللي بيحصل معانا كلنا. يعني بدات اكاديميه كذا واكاديميه كذا، والله بدون اي نفاق وبدون اي شيء، والله 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 انا اول ما الاكاديميه، اسم الاكاديميه جه قدامي، انا اول ما نزلت بعت رساله للاكاديميه وقلت هروح اجرب يوم او يومين. انا طبيعتي في اي حاجه لازم اروح اشوف بنفسي. والله اقتنعت وشفت فيه مصداقيه، وشفت يعني انا ارتحت نفسيا، لان انا مش بني ادم صغير هضيع اجازتي عشان اقعد في مكان ادفع فلوس ومش هتعلم وما اتعلمش فيه. دفعت صح. فلوس، دفعت الديبوزيت. يعني انت قبل ما تدفع الديبوزيت انت اصلا جيت المكان شفت ولا دفعت شفت؟ وانت؟ لا دفعت الديبوزيت وجيت شفت كمان. هل قبل ما انت تيجي الزياره اللي دار في دماغك ان انت عايز تتاكد عشان ما تضيعش وقت وفلوس على كنت الفاضي؟ عايز اخش اسال على السوشيال ميديا حد، بس انا مش بقتنع بكلام الناس دي عن تجربه شخصيه في كل مجالات حياتي. طب قبل ما تيجي ما قلتش ان الناس دولت نصابين؟ ممكن يكونوا حد من الناس اللي بيشتغلونا او بيشتغلوا اي حاجه. قلت لازم اجي اشوف بنفسي. لو هو صادق وانسان صادق اكيد هيبقى عنده يعني سعه صدر ان هو يستقبل الشخص اللي جاي يشوف. وانا اول ما دخلت ودخلت المكان، قبل ما اعمل اي حاجه وقبل ما ادفع اي حاجه قال لي اقعد مع، يعني مستر سيد اتكلم معايا وقال لي قبل ما تعمل اي حاجه خش شوف الاكاديميه وعيش، وعايز تقعد يوم او يومين بدون اي حاجه، ولو ما يعني لو ما اتبسطتش ولا اكنك ما جيت المكان ولا اكنك. وقفت مع طلبه في الوقت ده تسالهم عن المكان ولا سالت كل الناس اللي موجوده الخاصين بالشغل؟ انا شفت بعيني. شفت بعيني المستر واقف مع الطالب، اكتر من طالب يتعلموا على حاجات معينه، فلقيت في جو، في تعليم، في حاجه، في نظام معمول. فضل ونعم. ده في نظام. يعني انا مثلا داخل مكان تعليمي اكاديمي، نظري وعملي شفته بعيني. الحمد لله. دخلت ارتحت نفسيا بقى. انا مش بحب اضيع وقت، انا بقول لك انا نازل اجازه، يا اقعد مع اهلي يا اتعلم عشان يبقى الاجازه ليها فايده، يبقى انا استفدت منها. صح. وانا اصلا مضغوط وممدد في اجازتي والله. صح. تخيل انت نازل اجازه بعد 2.5 او سنتين، انت مش قاعد مع اهلك اصلا، لا ده انت جاي تاخد حاجه تانية مكمله لشغلك علشان بالنسبه لك ترجع فيها. فانا ما عنديش وقت ان انا اضيعه ان انا اوصل لمستوى معين، ان انا ما اتعلمش وصرفت وما قعدتش مع اهلي بس وما استمتعتش اصلا بالاجازه. فانا هضحي بجزء من اجازتي، او بمعنى اصح هضحي باجازتي. انت ضحيت يعتبر باجازتك كلها في سبيل ان انا مثلا هكمل حاجه لشغل اللي انا بشتغله او بحبه. اللي انت اكتسبته كمحمود من وجوده في ميمو اكاديمي. والله اول حاجه بعيدا عن المهنه، حب التعامل والتيم اللي موجود في الاكاديميه. والله انا يعني مش بحسده، انا بحب حاجه زي كده في اي مكان. انت بتحب تشوف ده في اي مكان. ليه بقى؟ مفيش حسد، مفيش حقد، مفيش غل. الكباتن كلها بتحب بعض، بتكمل بعض.
ده مش موجود، ده اكنه قائد مكانه، ده واقف، ده بيشوف. كلها عيله واحده، كلها بتساند بعض وعيله متكامله. وده اكتر حاجه تنجح اي مشروع، اي مكان، اي مشروع، اي مكان انكار الذات. احنا كلنا تيم واحد. صح، احنا كلنا تيم واحد. فده والله شفته بما يرضي الله. اي مستر واقف معانا في اي معلومه والله ما بيبخل، والله يعني يعيد، زهقت لا يقول لك كمان، يجي تاني خلصت دي لا تاني نعيد عليها تاني. ايه تاني اكتسبته كمحمود؟ اكتسبت والله ان مش كل الحياه يعني ماديات وكلام من ده. انت ممكن تكون تتعلم النظام، تتعلم ان الناس تحبك. ده في حاجات انت ممكن ما تتعلمهاش بشغلك، بس في مكان يضيف لك حاجات انت مهما كبرت في السن ممكن ما تكتسبهاش الا لما تتعايش في جروب مغلق. صح. او يعني نظام اللي هو معسكر. انت اشتغلت بالنظام ده قبل كده ولا النظام ده جديد عليك هنا في الأكاديمية؟ شفت النظام ده قبل كده في اي مكان؟ هو انا في طبيعه عملي هناك، احنا هناك هو ده النظام، ده نظامنا، ده نظامنا. فانا كنت شايف ان من ضمن الناس اللي مش جديد عليها النظام هو انت، لان انت بالنسبه لك كان الموضوع سلس وسهل، وهو ده اللي انت عايزه، عشان انت برضو نفس الكلام جاي تنجح وجاي تشتغل، فالنظام مش جديد عليك، فكان سهل عليا. فسهل عليك. انت شايف ان النظام ده يزعل اي حد؟ الشخص اللي مش عايز ينجح، اللي عايز ينجح، اللي عايز ينجح ده افضل نظام ينجح فيه. هدوء، راحه، مفيش وقت بيضيع، بتشتغل عملي، بتشتغل نظري، ما اي معلومه بتقف عليك بتاخدها. ايه رايك في اداره الوقت عندنا؟ يعني كضبط، كميعاد، كبالدقيقه، والله يعني احنا زي ما بيقولوا كده الاداره بمعنى اصح اداره انجليزيه، ودي اكتر حاجه بتنجح الانجليز. احنا احيانا بنزعل، احنا كمصريين، لا بالعكس، احنا مصريين معروفين بالعكس. ان احنا يعني 5 دقايق واكون عندك. ال5 دقايق ممكن تكون نص ساعه، ساعتين و3 مش نص ساعه. ودي حاجه يعني مش كويسه. انت عايز تنجح وعايز تسبق اي شخص في مجالك، التزامك، مواعيدك، اسلوبك، صح، تعاملك مع الناس، حب صح. الناس في اي مجال في مجالات الحياه هتنجح وهتعدي الناس كلها. ايه النصيحه اللي يقدر يقدمها محمود؟ والله انا كنصيحه، وبما اني اشتغلت في اكتر من مجال، يعني والله اتمنى ان المكان يفضل كتيم، روح واحده، يشتغل بنفس الحب، يشتغل بنفس النظام. ان الاداره نفسها لو لقت اي شخص يعني مش ملتزم، هي عندها روح تسامح، بس انا افضل ان الشخص ده بيأثر سلبي على الناس التانية. روح التسامح موجوده، بس اديني فرصه واثنين، الثالثه مفيش. بالظبط، لان هيسحب لي التيم كله، بالظبط، هيبقى مفيش حاجه اسمها في عامل سلبي بيبوظ شغل المجموعه كتيم. صح جدا. يعني احنا ممكن ننجح في 15 يوم، لا احنا ممكن نقعد 20 يوم او 25 يوم بسبب شخص او شخصين، شخص واحد حصل. في طاقه سلبيه في المكان بتنزل، بل بالعكس احنا كلنا بنقوم الصبح كتيم ملتزمين بمواعيدنا، بنشتغل بمواعيد وبنخلص بمواعيد، ملتزمين. يعني كده اللي انت تقصده، النصيحه اللي انت بتقدمها ان بالنسبه لنا الشخص اللي عايز ينجح يمشي على نظام ويمشي على شغل، وان انتوا تفضلوا تيم واحد، مجموعه واحده، ما يكونش في حد فاسد وسطنا. صح كده؟ ده اللي انت تقصده، لان الشخص الفاسد هو هيفسد التيم كله، وهيفسد الناس اللي جايه عايزه تنجح، فمش هيديني انا فرصه، هيفسد عمل التيم كله والاداره كلها. فانما النظام اللي احنا شغالين عليه كله بيبقى بيدعمك، فلما كله بيكمل بعضه الموضوع صح في كل الجوانب، بعيدا عن حتى مجال الحلاقه. مفيش حد في المكان بيأثر معاك كشخصيه، يعني نصيحه شخصيه، نصيحه اخويه. حتى بعد ما بتخلص انا شفت ده بعيني، ان الناس بتيجي حبا في المكان. مستر رضا بيختفي، او رضا اللي هو انا يعني بيختفي من المكان، والله عشان الناس بتقول ان انا مش موجود. والله انا من اول ما دخلت لحد اللحظه اللي انا موجود فيها دلوقتي، يعني هو يوم وكان ظروف، الحمد لله، بس ربنا يبعد الحاجات الوحشه. بس والله من اول اليوم لاخر اليوم موجود معانا وواقف معانا وبيشيك على الشغل لحظه بلحظه. الناس بتقول مستر رضا، او بيقولوا لمستر رضا ان الكورس فلوسه غاليه. مستر رضا يعمل ايه؟ طيب انا بتكلم بلغه مستر رضا، اللي هو انا مش بقول لك ان انا مستر رضا، يعني انا بتكلم عادي، بتكلم عن مستر رضا، انا مش مستر رضا، مالكش علاقه بيا،
بس انا حاطط نفسي مكان شخص بيسال وبيتكلم ان فلان فلان فلان. هل فلان ده تنك؟ هل فلان ده بالنسبه لك بيغيب عن الاكاديميه؟ هل فلان ده متكبر زي ما الناس ما بتقول؟ هل فلان ده السعر او الجوده اللي احنا بنقدمها كميمو اكاديمي هل ده غالي؟ والله اقنعني. انا شايف كتجربه شخصيه، انا كنت عامل حسابي على مبلغ اكتر من كده. دخلت سالت اتصدمت، يعني قال لي مبلغ، جيت فانا والله شكيت. بس كجوده شغل وكجوده كورس وكمعسكر مغلق انت مقفول عليك، اكنك في الجيش بالظبط. بتاخد حاجه بتعلمك، يعني مش بتعلمك حاجه تانية خالص، كجانب نفسي، كجانب معنوي، كجانب اخلاقي، كجانب تعليمي، تربوي، كجانب تربوي. انت والله التربوي ده اهم شيء، كجانب تربوي. لان في ناس والله ان الشهر ده بيفرق في حياتها 180 درجه. حصل والله يعني احنا ما بنتعلمش المهنه بس. لا، بعيدا عن المهنه انت كده ممكن تتعلمها في اي مكان، بس كجوده شغل وكجوده الكورس غالي. تعليم والله مش غالي. انا كشخصيا الراجل اللي انتوا اتعاملتوا معاه كمستر رضا في الاكاديميه راجل تنك كده وراجل مستحيل. زي ما الناس بتقول مستحيل. الراجل ده بيغيب عنكم. لو هو تنك انا اتوقع 100% ان المكان ده عمره ما هيستمر بالنجاح ده. صح. النجاح مش محتاج لا غرور ولا كبر ولا اي حاجه من الحاجات دي. انت عشان تكون انسان ناجح لازم تكون انسان صادق، انسان صبور، انسان متواضع، والتواضع ده اهم صفه. صح. عشان تعرف تدي. في ناس بتتكبر اصلا، في ناس بتدي كورسات والله يقول للاستاف اشتغلوا وهو من بعيد وخلاص. وانا اتعاملت في مجالي انا شخصي في حاجات مع دكاتره علميين، حاجه زي كده، يبعت المعيدين يعملوا لنا الكورسات وخلاص. طيب النصيحه اللي هتديها لي انا كحد كنت في مكانك في يوم من الايام، لسه بيتفرج عليك ورا الشاشه، فلسه بيفكر وبيختار الاكاديميات وبيشوف هيعمل ايه، ولسه متردد مؤخر الخطوه، النصيحه اللي تديها لي انا اعمل ايه؟ هي كنصيحه بص، ما تسالش، والله خدها نصيحه من واحد. انا مش انسان صغير، انا عديت بمراحل كتير. خد اي حاجه في حياتك، اوعى تسمع او ترمي ودانك لحد. كل الناس هتقول لك على حاجه وحشه وحلوه، انت روح جرب بنفسك. المكان فاتح لك. صح. فاتح لك باب، ده مع شتى الطرق بقى وشتى الانشطه، مش شرط الحلاقه ومش شرط الاكاديميه. انت انسان جد في تعاملك، وفعلا عايز شهر تكون انسان تاني مختلف، تعال شوف بنفسك. صح. اقعد يوم متكامل من اول اليوم لاخر اليوم وشوف انت فعلا لو انسان عايز من ناحيتك تتغير. والله اقسم لك بالله ان الشهر ده هيغير حياتك في مجال حياتك كعمل، لان انت بتتعلم مهنه. والله انت باشا بتشتغل في مكان واقف في تكييف، مش متهان، مش بحد بيشتمك، ما فيش حد بيقول لك كلمه ملهاش لازمه، انت بتتعامل برنس. والله انت بتاخد مهنه، يعني مهنه كده ايه اللي هي هاي كلاس، بس انت واسلوبك. عايز تشتغل بقى في الفاعل، تشتغل انت المهن قدامك كلها، بس انت عايز تتعلم المهنه دي لازم تشوف مكان كويس جودته كويسه يعلمك المهنه، ومع المهنه اللي هي ايه، اللي زي ما بيقول لك الحاجات التانية، ازاي تقف، ازاي تتعامل مع العميل، ازاي لما تغلط تتفادى الغلط، ازاي تكون شخصيتك كويسه حتى لو انت انسان مش كويس، ازاي تصلح من نفسك. كل الحاجات دي بتضيف لك، وهما مش بيسيبوا لك نقطه معينه ما يقول لك لا، كل الحاجات دي بتاخدها عملي. بتروح تقف في الفروع تتعلم، بتشوف، عايز تشتغل في المكان، بتعمل جودة شغلك. لو انت انسان كويس وتعلمت قبل ميعادك تعال اشتغل. خلصت وعايز تشتغل المكان فاتح لك. خلصت ومحتاج تكمل تعليم تاني وتطور من نفسك، المكان موجود. لحد عايز تفتح مكان، المكان معاك لحد ما تخلص. انا والله مش بقول الكلام ده لان انا مستفيد شيء، انا انسان الحمد لله مش باقي عليا شيء ان انا اقول الكلام ده. انا الحمد لله كده راجل شغال وعندي شغلي، بل انا جاي انسان اطور من نفسي، يعني كشغل جانب شغلي. انت بتشوف اللي شفته من الاكاديميه واللي انت جربته واللي انت عشته واللي انت كنت بتشاهده بما يرضي الله. انت ما سبتليش حاجه اسالك عليها ولا اتكلم فيها، لان والله الكلام ده انا فعلا عشته. طيب ميمو اكاديمي
بتتعامل بما يرضي الله ولا بتتعامل كماده؟ هي لو كانت بتتعامل كماده، والله ان سعر الكورس اللي احنا واخدينه ده والله 5-6 اضعاف. والله 5. يعني نقدر نقول بتتعامل بما يرضي الله. بما يرضي الله. يعني هي لو الهدف ماده، في ناس كتير هتشوف اماكن تانية. النصيحه اللي تقدمها لرضا ميمو؟ دي صعبه شويه بس هي مش صعبه، سواء على المستوى الشخصي او سواء على المستوى العملي عامه. هو على المستوى الشخصي والله انا اتمنى لك التوفيق وتكمل بنفس النهج والاسلوب. الانتقاد كده كده، يعني اي انسان ناجح لازم يكون له انتقادات، ده طبيعي. وان الرد على الانتقادات دي بيقلل من قيمه الانسان. انت ما تنزلش من نفسك لاي مستوى متدني. عمري ما رديت على حد، بل بالعكس، انت عمري ما رديت على حد. طول ما انت ماشي في طريقك زي ما احنا متعودين على مستر رضا، والله سبحان الله ربنا بيكرمك كل فتره عن اللي قبلها. في العمل والله يعني اتمنى ليك يعني اشوفك رقم واحد مش في مصر، لا في الدول العربيه كلها باذن الله، وان شاء الله يحصل قريب بإذن المولى باذن الله. ربنا يكتب لنا الخير جميعا. انا مش لاقي كلام اقول. انا سعيد جدا، انا بحبك في الله مستر رضا، اقسم بالله. وانت يعني لساني عاجز عن الكلام عن الشغل. انت اتكلمت مع ان انت طول الكورس ما بتتكلمش. انا اكتر انسان ساكت والله ما بتكلم. انت فاجئتني، انا مش لاقي كلام اقوله، انا قاعد ساكت. عشان انا جاي استفيد. انا ساكت عشان استفيد. فعلا من الناس القليله جدا اللي كلامها قليل جدا، اللي يا دوب بيسمع وبيطبق. فانت فاجئتني بالكلام. انا انسان، انا اتعودت، مش يعني عمري ده مش قليل، واشتغلت مع ناس واشتغلت بره، فتعلمت ان انا اسمع اكتر ما اتكلم في الوقت اللي انا هتكلم فيه بس. صح. انما صح طول ما انت بتتكلم على الفاضي انت مش هتعمل حاجه، مش هتشتغل. اسمع وتعلم، حتى لو انت فاهم الحاجه اللي انت هتاخدها اسمعها، جايز في حاجه غلط انت هتتصرع فيها، هتاخدها باسلوب تاني يكون احسن، سلس بالنسبه لك، يقتصر عليك وقت كتير. طيب المحاضرات اللي بتحصل في الأكاديمية بعيدا عن المهنة كحلاقة او غيره، بعيدا عن دي، المحاضرات اللي بتحصل عن تعديل سلوك او اثبات ذات او عامة كتنمية بشرية او كتأهيل نفسي، شايف ان هي مهمة؟ دي اكتر حاجة عجبتني، وانا والله ما كنت متوقع حاجة زي كده. لان هو يعني ده زي ما بتقول انت جاي تتعلم مهنة، فهو مش يعني انت اي انسان في الدنيا يقول لك انا مالي ومال التنمية ومال التربوي ومال الجانب النفسي. بالعكس ده بياخدك من كافة الجوانب، بل بالعكس والله في ناس بتدفع فلوس عشان تاخد الجوانب دي، ان يعمل لك عمليه تاهيل نفسي يخليك تفوق من غيبوبه انت فيها في وقت معين. يعني انا مصاحب ناس ملهاش لازمه، انا ايه اللي مخوفني من النجاح؟ الناس هتقول عليا كذا، طب ما الناس كلها يعني حتى لو نجحت مش هيسيبوك، ما هو مش هيبطلوا. بالظبط. يعني انت نجحت ما نجحتش، يعني انت لو ما نجحتش خلاص انت زيك زينا، انما لو نجحت طب ما انت عايز تنجح. فدي جانب من الجوانب اللي انت هتتعلمه هنا. هتتعلمه ازاي ما تسمعش الكلام الناس، ما تبصش للناس، انجح حتى لو اهلك مش كل الناس عندها مشاكل. انت لو عايز تنجح في اي بيئة هتنجح. صح. والله هتنجح. صح. ممكن انت تكون السبب الوحيد ان انت تنقل اهلك وبيتك كلهم من مكان لمكان افضل. عجبتني في كلمه يعني بمعنى اصح مالكش علاقه بالبيئه اللي انت فيها. اكيد انت الوحيد اللي تقدر وما تقدرش وما تتكلمش عن نفسك وان انت يعني مولود او موجود او اتنشأت في بيئه غير مؤهله ان انت تنجح. المعاناه هي اللي بتطلع. صح. والله ان الانسان اللي عايز ينجح في اي بيئه هينجح بالظبط. كل واحد فينا هو اللي بيختار الحياه او العيشه او الصحوبيه او الى انت بتستغنى عن صحابك، بتستغنى عن حياتك الشخصيه، عشان ايه؟ عشان النجاح. ما هو اللي نجح ده مش احسن مني، او هو عايش حياته الطبيعيه وانا عايش حياتي الطبيعيه وده نجح وانا ما نجحتش. لا، هو استغنى عن حاجات معينه في حياته عشان كده هو نجح. انت ليه ما اتكلمتش في المحاضرات كده؟ انت ليه كنت سايلنت طول الوقت مع اني كنت بسحبك في الكلام وانت سايلنت خالص؟ عشان احنا بنتكلم انت لو كنت اتكلمت في كام محاضره كده بالاسلوب ده انت يعني كنت هتنقل في حته تانية ناس تانية وانت. ما هو في ناس هتزعل بس انت صح، لان والله في ناس كتير هتزعل لان انت في وضع ما بيعجبكش عامه. بالظبط. وانا اتكلمت بيني وبينك في حاجات معينه وقلت لك ان الحاجات دي فعلا حصل
مش مكاننا هنا، مش مكانها، مش هنا، وما تلقش بالمكان، واختيارات الناس دي مش كده. صح كده. علشان كده هنا يكون ليه عمليه انتقاء، مش بمعنى ان احنا بنقلل من اي شخصيه تخش، بل بالعكس، انت انسان جد وفعلا عايز تقعد معسكر مغلق تتعلم فيه، جاهز، انا مستعد والمكان مفتوح لك. مش جاهز وعايز تلعب، لا، المكان مش مكانك انت. يعني 5% 10%. يعني انت كمحمود لازم اشتغل بموضوع ان انا انتقي الناس او ان انا اختار الناس اللي تيجي. اكيد. لان انت دلوقتي كنت مجموعه مثلا ما يعادل من 45 طالب. مظبوط. بالنسبه لك لو انت شايف، فانت كم من العدد يكون موجود والباقي لا؟ هي انا ممكن احكم مثلا مش على كل المجاميع، انت ممكن يجي لي 50 واحد يكونوا فعلا جادين. صح. بس مثلا المجموعه اللي انت عشتها معاك، المجموعه دي ممكن كم واحد كده، 2 3 4 5 الباقي تمام، او يعني الاغلبيه بنسبه 70% او 75%. في ناس جايه فعلا جايه. انا كفايه عليا النسبه دي، مش عايز النسبه الباقيه والله. ناس جاده جدا. انا مش عايز غير الناس المثقفه اللي زيك، اللي فاهمه، اللي مش عايزه تضيع وقت، اللي هي اصلا مؤهله لكلمه معسكر اكاديمي، مؤهله للبرنامج بتاعنا بالظبط، اللي عارفين قيمه الوقت وقيمه النجاح وقيمه كل حاجه. لان انت مش هتطلع من هنا، مش بمعنى الكلمه انت تشتغل في مكان، انت بتطلع من هنا مؤهل ان انت لو ربنا كرمك ممكن تشتغل في اي براند كويس، وانت واثق في نفسك 1,000,000%. حصل. وانت واثق من نفسك 1,000,000%. تتعامل باسلوب كويس، تتعامل مع اي كلاينت في الدنيا يخش عليك، تكون انسان كويس، تكون ناجح بين زمايلك، تكون محبوب، لان انت بتتعلم هنا كافه الجوانب، نفسي، معنوي. بتضغط، مش هقول لك ما بتضغطش، بتضغط لان المهنه فيها ضغط من صنايعي اللي جنبك، فيها ضغط من المدير بتاعك، فانت لازم تتعامل في كافه الضغوط دي. صح. احبك في الله. وانا كمان والله احبك الله يرزقك. احبك في الله حبيبي يا مصطفى. اتمنى لك التوفيق. يعجز اللسان عن وصف الكلام. الله يعزك. فبالنسبه لي كلام من القلب للقلب وطالع، وانت بتتكلم بما يرضي الله عن اللي شفته وعن اللي عشته، سواء مع طلبه اللي هم زمايلك واخواتك، وسواء اللي عشته مع مدربين او مع اكاديميه باجمع او شهر عامه. انا واثق ان هو هيسيب بصمه في حياتك، وفي نفس الوقت هو بمثابه ان دي بدايه نجاح، مش هقول نهايه مشوارك، لا دي بدايه مشوارك. اكيد طبعا. اتمنى لك التوفيق. وانا بتكلم والله بمعنى ان انا فعلا لو انا مش هعرف، يعني انا مش استفدت من المكان. انت قلت ان انا قعدت 30 يوم ما اتكلمتش، بس انا والله لو مش استفدت ومش عندي قابليه ان انا اتكلم، ما كنتش هطلع اتكلم واقول الكلام ده والله. صح جدا. وانا احترم ده فيك وفي اي شخص يتكلم باللي شافه ويتكلم باللي هو بالزبط. حاسس او وصل. يعني انا لا حد بيمل عليا كلام، ولا حد يقول لي قول ايه، وانت اتفاجئت زي ما انت بتقول. والله انا مش بتكلم طول الشهر ساكت. احبك في الله حبيبي، والله بحبك في الله. اتمنى لك التوفيق.